يا صديقي خلي بالك من نفسك الفترة اللي جاية. يا شباب، محدش فيكم ابدا يكون فاتح تيك توك ولا انستجرام ولا فيسبوك حتى ولا اي حاجة، منصات بس. ماشي، تتفرجش على حاجات ملهاش لازمة. لو انت بتروح درس ومستمر مع مدرس معين وبتراجع معاه وبتحل كويس جدا، ماشي في الشوامل كويس جدا، ما تقعدش تسمع على اليوتيوب حاجات كتير جدا 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 تشتتك. يعني يا اولاد، الفترة اللي جاية هتلاقوا المدرسين كتر ألف مليار خيرهم، والناس كلها بتحاول تساعد خلاص. لكن لو انت مستمر مع مدرس معين وحافظ المدرس وحافظ طريقته وحافظ قلاشاته وحافظ شرحه وحافظ حله، حافظ كل حاجة ومرتاح، أرجوك خليك معاه بس الفترة اللي جاية. ما تسمعش كتير يا ولاد، المذاكرة مش سماع، المذاكرة سماع وفهم وحفظ وحل. في عيال بتحب تسمع كتير، يقعد يسمع كل الناس، يشترك في كل الكورسات، يسمع كل اللايفات. خطر وغلط. السماع بس غلط، لازم تكتب بإيديك ولازم تحل بإيديك. فرجاء خلي بالك من نفسك.